كل الناس ولاد ناس، بس يا ترى طول الوقت بنبقى ولاد ناس ولا بنختلف من ناس لناس؟ ويا ترى دي مشكلتنا ولا مشكلة الناس؟ ابن ناس مع الدكتور محمد حسين على ميجا اف ام. أهلا وسهلا بيكم وابن ناس. نتكلم النهاردة عن ابن الناس في الزيارات الاجتماعية، ابن الناس لما بيكون في التجمعات. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان واللقاءات والعزومات. تعال نتكلم على ابن الناس لما الناس بتجيله بيته وهو بيستضيف الناس. أول حاجة، ابن الناس لما الناس بتجيله بيته بيركز جدا على انه يرحب بيهم كويس، بيركز جدا على ان هو يبتسم كويس وهو بيقول للناس ان انتوا شرفتوني في بيتي، نورتوني، زيارتكم دي بجد اسعدتني. خلي بالك ان ده اهم كتير جدا من كمية الاكل والاصناف والسفرة والتكاليف الكبيرة اللي انت تكلفتها عشان تعمل العزومة دي. ابن الناس لما بتخش بيته بتحس انك سعيد بجد بوجودك في بيته، وان هو سعيد بجد انك موجود عنده. ابن الناس وانت عنده في البيت بيتكلم كلام حلو. طول ما احنا قاعدين بلاش نبقى في مسابقة شكوى ومين اللي هيصعب على التاني اكتر. في ناس لما نقعد معاهم طول الوقت يشتكوا، طول الوقت يجيبوا سيرة الامراض والناس اللي ماتت والناس اللي تعبانة والناس اللي عندها مشاكل. ابن الناس في بيته ما بيعملش كده. ابن الناس بيتكلم مع الناس في كلام كويس، بيتكلم معاهم عن ذكريات جميلة جمعتهم، بيتكلم معاهم عن حاجات حلوة خلتهم يعيشوا أوقات لطيفة قبل كده مع بعض. كمان ما تظهرش التوتر وانت عندك الناس. طبيعي جدا ان الأولاد ممكن يعملوا حاجة ما تعجبكش، طبيعي جدا ان شريك حياتك أو شريكة حياتك تعمل حاجة ما تبقاش انت مبسوط بيها. بلاش الناس تحس انك متوتر، بلاش الناس تحس انك زعلان، بلاش يبقى في زعيق في البيت وانت عندك ضيوف. الناس بتحس ان هم السبب في التوتر ده، ان هم اللي وتروك وان هم اللي خلوك متعصب طول الوقت. الكرم وانت في بيت ابن الناس بتحس جدا بالكرم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. خلي بالك ان المشاعر اهم من الكرم المادي. الكرم احيانا بيكون في الاهتمام بالتفاصيل، ان جاي لك ضيف بيحب حاجة معينة، جاي لك ضيف بيشتغل حاجة معينة، فانت مهتم قوي بتفاصيله، مهتم قوي بانك ترحب بيه هو. وانت في بيت ابن الناس بتحس ان هو فعلا سعيد وفعلا مبسوط بوجودك في بيته وهو ضيف. 4 حاجات. اول حاجة، بيختار دايما الوقت المناسب وما بيروحش ابدا لحد من غير ميعاد سابق، لان ممكن اللي انت هتروح له من غير ميعاد سابق ده يبقى مطبق من امبارح ومستني اللحظة دي عشان ينام. ممكن يكون مضغوط جدا في شغله، عنده مشاكل كتير، باله مشغول، مهموم، مرهق، بيلبس ونازل عنده مشوار مهم. ما ينفعش ابدا تزوره من غير ميعاد سابق. تاني حاجة، الاسئلة الكتير والتدخل والتنظير على الناس. ناس تروح احيانا تقعد تسأل: هي الحاجة دي بكام؟ هي الحاجة دي منين؟ ايه بقى، مفيش بيبي جاي في السكة؟ الاسئلة الكتير دي من الحاجات البايخة جدا ان الناس ما بتحبهاش. او ان نقعد ننظر على الاكل: والله الاكل حلو بس لو كان اتعمل بالطريقة دي كان هيبقى احلى. والله البيت حلو بس لو كنا حطينا الكرسي ده في الحتة دي كان هيبقى احلى. والله يعني البيت كويس بس لو كنا رتبناه بالشكل الفلاني كان هيبقى احلى. او يقعد يسأل: هي الحاجة دي منين؟ هي الحاجة دي بكام؟ يا سلام بقى لو قلت له على حاجة سعرها يقولك: لا والله مش باين عليها قيمتها، شكلها ما يجيبش. ابن الناس ما بيعملش كده. ابن الناس ما بينظرش على الناس، بيتكلم معاهم، بيضحك معاهم، بيهزر معاهم من غير اي تدخل، من غير اي تنظير. ابن الناس بيشكر الناس دايما على حسن استضافتهم، بيشكر الناس دايما على ان هم تعبوا وهم بيستقبلوه، بيشكرهم على الحاجات البسيطة، يحسسهم انه اخد باله من ان هم مهتمين بيه. علشان كده الناس بتحب تقعد معاه، علشان كده الناس دايما بتوصفه انه ابن ناس. ابن ناس مع الدكتور محمد حسين كل يوم في رمضان الساعة 6 بالليل، والإعادة الساعة 8 بالليل، وتاني يوم الساعة 2 الفجر على ميجا اف ام.